واعتبرت أن القرار تشتم من فيه رائحة استهداف الزميل حميد المهداوي، وأعلنت انسحابي من الاجتماع وخرجت من الاجتماع وأنا مقتنع بموقفي. موازاة مع ذلك كانت هناك مسطرتين مفتوحتين ضد الزميل حميد المهداوي في لجنة الأخلاقيات والقضايا التأديبية. ملف الأول هو ملف مدير موقع ما نسميته اتهم الزميل حميد المهداوي بالتحريض ضده، وتمت المتابعة لأنه من الناحية المسطرية تم احترام الشكليات القانونية كلها، وخضع الزميل حميد المهداوي للمتابعة من تبليغ، من بعد تحقيق، من بعد جات الجلسة ديال النظر في ملف حميد المهداوي. وحضر دفاع حميد المهداوي كان مكون من مجموعة من الأساتذة المحامين اللي ما يمكن لي إلا نكون معتز أنني نجالسهم ونناقشهم ونتبادل معهم الرأي، لأنه في جميع الحالات كتجلس أمام مدرسة في القانون، كتجلس أمام خبراء في القانون، وبالتالي أنا كنعتبرهم مرجع في الاستفادة وفي التعلم. حضر دفاع المهداوي مكون كما قلت مجموعة من الأساتذة المحامين برئاسة الأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي. والدفاع في المستهل ديال الجلسة تقدم بمجموعة كبيرة من الدفعات الشكلية، وحسب تقديره الدفاعي بحذف الفيديو من منصته. وهنا الدفاع عبر عن ارتياحه لقرار اللجنة بواحد الاعتزاز والافتخار وبواحد الارتياح، واستأذن دفاع الزميل المهداوي اللجنة في نشر القرار والتعليق عليه، لأنهم اعتبروه على كل حال واحد صالح بأن يكون مرجعا في المعالجات القانونية والقضائية اللي مطروحة في البلاد، وهذا جاء على لسان الدفاع، وأنا أشهد أنهم أكدوا هذا الكلام وقالوه. اللجنة رفضت طلب دفاع الزميل المهداوي لأنه القانون المحدث للمجلس الوطني لا يجيز نشر القرارات، على الأقل في هذا القانون اللي كان واضح أنه لا يجيز نشر هذه القرارات. والزميل المهداوي تفاعل حينا مع توصية اللجنة وقام بالحذف ديال الفيديو حينا، وحنا جالسين مازال جالسين في القاعة أمامنا، فتح الهاتف ديالو وقال اللجنة أنا الآن سأقوم بحذف هذا الفيديو. مشكورا قام بهذا العمل، وبالتالي تعالج هذا الملف.